السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل، واللي من خلال الفيديو إن شاء الله مكملين في استعراض مميزات التليفون الأكثر من رائع، تليفون جي تي 6 من شركة ريلمي بخواص الذكاء الاصطناعي، واللي عملنا له فيديو انبوكسنج. إن شاء الله هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، الانبوكسنج بتاع التليفون ده. ومن خلال الفيديو ده إن شاء الله هنقول كل المميزات اللي موجودة جوه التليفون، ونفتح كل الابلكيشنز اللي جوه كده، ونشوف مع بعض هنعمل ايه على التليفون ده باذن الله تعالى. بس كالعاده في بدايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا عندنا سبسكرايب في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه التليفون ده من وجهه نظري هو اقوى تليفون موجود في السوق دلوقتي في الفئه السعريه بتاعته. التليفون ده اكتر من روعه. احنا لسه طبعا بنكتشف فيه حاجات، لسه تاني او تالت يوم استخدام، بس التليفون اكتر من رائع. تليفون شكل، ديزاين، كاميرا، سلاسة في الاداء، امكانيات، حاجة جميلة جدا على الرغم من مميزات. بس طبعا في عيوب، واحنا طبعا علشان المصداقيه زي ما احنا متعودين دايما من خلال الفيديوهات لازم نقول لكم المميزات والعيوب. شايفين العيب الاولاني اللي انا بحاول اوريه لحضراتكم من خلال الفيديو؟ طبعا الجهاز للاسف بيبصم بشكل فظيع. يعني الجزء بتاع الكاميرا اللي في الظهر دوت اللي عباره عن الازاز ده، مجرد ما صباعي بيجي عليه هو اوتوماتيك على طول بيعمل بصمه. بس الموضوع سهل وبسيط، بمجرد بس ان احنا بمنديل كده بنمسح الموبايل بيرجع تمام التمام، مفيش فيه اي مشكله خالص. لكن دي اول عيب واكتر عيب شفته بصراحه في التليفون من وجهه نظري. التليفون بيجي معاه سكرين بروتكتور كده، سكرين صغيره كده راكبه على الجهاز اوريدي. لسه مش عارف اذا كانت دي سكرينه بروتكشن ولا لا، يعني بروتكشن لو الجهاز وقع لا قدر الله او حاجه، بس هو محطوط عليه سكرينه، وغالبا دي سكرينه يعني ما ضايقتنيش في اي حاجه، ولسه لغايه دلوقتي ما شلتهاش. يعني سكرينه كويسه جدا مش مقصره. بس اول عيب من العيوب اللي قلتها لحضراتكم هو التبصيم. الجهاز بيبصم بطريقه رهيبه، يعني خصوصا كمان المنطقه الازاز اللي هي او الشكل الزجاجي اللي في ظهر التليفون. الجراب لما ركبناه، الجراب ده جاي مع التليفون، خلى التليفون شكله احلى واشيك كتير. وان كنت شايف كمان ان لو جراب مضاد للصدمات هيبقى اقوى وهيبقى احسن كتير للتليفون. التليفون ما شاء الله يا جماعه ذاكره داخليه 512 جيجا، رامات 16 جيجا قابله للزياده. انت كاميرا كاميرتين 50 ميجا بكسل وكاميرا تانية 10 ميجا بكسل. جهاز تحفه، سريع جدا ما شاء الله. البطاريه بتشحن بسرعه رهيبه، بالاضافه كمان للمميزات الرائعه اللي موجوده في التليفون ده، واللي هنعرضها مع بعض كده واحنا في الفيديو. اول حاجه واي حد فينا بيسال عليها على طول اول ما بيمسك الجهاز هي الكاميرا. يا ترى الكاميرا في التليفون دي عامله ايه؟ بصوا يا جماعه، انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا. بصوا الكاميرا بتاعت التليفون اللي انا بصور بيه ده، وهو كاميرا ايفون اللي بصور بيها الفيديو واللي بصور بيها معظم الفيديوهات، مش كاميرا احترافيه ولا حاجه، انا بصور بكاميرا التليفون عادي. بصوا كده وانا بعدي الكاميرا بتاعت الجي تي 6، حد لاحظ حاجه؟ الصوره اللي في التليفون اوضح واحلى بكتير جدا 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 من الصوره بتاعه الكاميرا اللي انا بصور بيها. يعني بصوا كده، انا بحاول اوريها لحضراتكم. بصوا شكل التفاصيل بتاعه الصوره ما شاء الله تحفه، يعني اكتر من ممتازه. الكاميرا بتاعه التليفون ده يا جماعه جميله جدا جدا ما شاء الله. يعني بقول ان بالنسبه للفئه السعريه، الكاميرا بتاعه ال 12 برو بلس من شركه ريلمي كانت اعلى من الكاميرا دي. كنت اتمنى ان هم يخلوا واحده 50 واحده 64 والثانيه 10 زي ال 12 برو بلس. فلما نتكلم في الفئه السعريه الاقل، التليفون ده يا جماعه ب 30000 جنيه. فلما بنتكلم على تليفون فئه سعريه اقل 10000 مثلا 20000 جنيه، هنلاقي ان التليفون اللي 20000 جنيه ده كاميرته احلى واعلى من الكاميرا بتاعه التليفون دوت. بس هي الكاميرا ممتازه، بس احنا بنتكلم في ايه؟ ان انت عليت الفئه السعريه يبقى تحافظ على نفس الجوده بتاعه الكاميرا، او تعلي مش تقلل يعني. فبالنسبه لسيستم الكاميرات هو ممتاز، بس لو كان فضل بنفس سيستم الكاميرات اللي في 12 برو بلس، من وجهه نظري 12 برو بلس من حيث الكاميرا افضل من كاميرا الجي تي 6. لكن الجهاز هنا طبعا فيه مميزات تانية اعلى كتير. المعالج اعلى، وكمان السطوع بتاع الشاشه اعلى بكتير، والرامات، كل حاجه هنا في الجهاز اعلى. بس الكاميرا مش هي الميزه الرئيسيه اللي موجوده في الجهاز. يعني مش هي الميزه اللي هتخليك تروح تشتري التليفون، مش عشان الكاميرا، عشان الاسباب التانية اللي قلت لحضراتكم عليها في الفيديو كمان اللي فات. دي الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي بتيجي ب 32 ميجا بكسل، رقم برضو قوي جدا ما شاء الله. كاميرا ممتازه. بصوا حضراتكم انا بصور بالسيلفي، يعني ممشي كده الكاميرا ما شاء الله، الوضوح عالي جدا بالسيلفي بتاع الكاميرا، اكتر من ممتاز. كمان بنقدر نسجل فيديوهات من السيلفي، كمان بنقدر نعمل البورتريت مود. كل ده بنقدر ان احنا ننفذه من خلال السيلفي كاميرا.
بشكل عام التجربة بتاعة التصوير بتاعته مميزة وحلوة وكويسة جدا. ولو دخلنا كده على السيتنجز هنلاقي في برضو اعدادات كتيرة جدا بالنسبة للصور والفيديو. لو عاوز اعمل ووتر مارك، لو عايز احط جريد في التصوير، الشاتر ساوند عشان يعمل الصوت بتاع التصوير كده، الميرور سيلفي، كل المميزات اللي موجودة في الصور او الفيديوهات موجودة فيه. كمان هاي افيشنسي ايمج، دي كمان خاصية علشان تزود الجودة بتاعة الصورة، كمان موجودة من ضمن الاوبشنز الموجودة. كمان في عندنا البورتري مود والنايت مود، لو انا عايز اصور بالليل او حاجة، الكاميرا برضو بتاعة التليفون بتكون كويسة جدا. نروح نبص على قائمه الاختصارات الموجوده والحاجات اللي فيها عجبتني. انا بقالي فتره كبيره جدا بستخدم الاي او اس او الايفون، فيعني بقالي كتير ما استخدمتش الاندرويد، فعشان كده يعني هتلاقوني ممكن معظم الحاجات اللي بقولها ممكن ناس كتير تبقى شايفاها عاديه يعني، بس انا شايف الموبايل هنا اوبشنز ممتازه جدا محطوطه في القائمه الرئيسيه بتاعه التليفون. زي ايه مثلا؟ زي اللي انا شفت مثلا في اوبشن لطيف جدا اسمه الاي بروتكشن، ده كان موجود في الايفون وان انا الاقيه هنا برضو في اندرويد، حاجه ممتازه جدا. الاي بروتكشن ده بيخلي الشاشه تصفر كده شويه بحيث ان هي تبقى مريحه للعين. انا عارف ان ده موجود اوريدي في موبايلات تانية، بس انا بقالي كتير ما مسكتش اندرويد فلاج شيب اشوف فيه قد ايه ان اللون الابيض دوت اصفر كده وهدي، يعني راحه كويسه قوي للعين. فالاوبشن ده هيبقى محترم قوي لو انا هقرا كتاب، او لو انا مثلا هشغل الموبايل بالليل، فاعتقد ان الاي بروتكشن ده هيبقى ممتاز جدا. مجرد ما بنطفيه بيرجع اللون الابيض تاني، بنضغط عليه كده اللون بيصفر. هو مش ظاهر قوي من خلال الكاميرا بس واضح جدا جدا للي بيستخدموا التليفون. فدي بصراحه كانت حاجه عجبتني جدا بالنسبه للاي بروتكشن. طيب ايه كمان من الحاجات اللي عجبتني موجوده برضو هنا موجوده في الجهاز، او الخواص اللي موجوده فيه، هي خاصيه ال NFC. ودي خاصيه مش بتبقى موجوده غير في الفلاج شيبس اللي اسعارها بتبقى عاليه شويه، علشان خاطر نقدر ندفع من خلال التليفون، اللي هو بنسكان اي حاجه. يعني على سبيل المثال لو عايزين نشحن اي كارت مثلا، زي مثلا كارت الكهرباء مثلا، نقدر بسهوله جدا ان احنا بتمرير الكارت دوت على الكاميرا او على الكاميرا الخلفيه يظهر لنا الحساب او المديونيه، وندفع ونشحن الكارت بتاع الكهرباء ومفيش فيه اي مشكله من خلال خاصيه ال NFC. من وجهه نظري في المستقبل القريب كل الموبايلات لازم يكون فيها الخاصيه دي، ان ما كانش من دلوقتي كمان او من قبل كده. يعني في ناس دلوقتي كل شغلها بيكون بالخاصيه ديت، فدي برضو من الخواص اللي عجبتني جدا والحاجات اللطيفه قوي اللي كانت موجوده في التليفون وبيدعمها خاصيه ال NFC، وناس كتير بتسال على الخاصيه ديت. طيب ايه كمان من الحاجات الكويسه؟ طبعا الواي فاي والبلوتوث الاثنين موجودين. نيجي بقى للبرايتنس، ودي الميزه اللي على اساسها ناس بتشتري بقى التليفون ده. احنا قلنا قبل كده ان التليفون ده يا جماعه بيوصل لحد 6000 نت. 6000 نت ده يعني رقم مش موجود اصلا في الكوكب يعني. تقدر تزود البرايتنس بتاعه الشاشه لغايه ما عينينا بتوجعنا. يعني انا وانا برفع البرايتنس دلوقتي حرفيا عيني وجعتني. بصوا يا جماعه كده، بصوا انا لو انا ماشي بالشاشه ممكن استخدمها بالليل ككشاف. يعني انا بهزر، اكيد مش هعمل كده، بس الفكره فين؟ ان البرايتنس عالي جدا 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 بتاع الشاشه. طب ده فايدته ايه؟ يعني ايه اللي انا هستفيده كيوزر مثلا همسك تليفون البرايتنس بتاعته عالي؟ ببساطه شديده جدا، لو انا ماشي في ضوء الشمس او في ساعه الظهريه زي ما معظمنا بيبقى ماشي في الشارع، حرفيا في تليفونات والاي او اس منها والاندرويد كمان فلاج شيبس او السيلفون بتيجي تشغل التليفون ما بيبقاش شايف حاجه. يعني وانا الساعه 12 واحده الظهر ده لو انا في الشارع انا مش شايف حاجه من الشاشه. التليفون ده يا جماعه هيبقى ممتاز في الاستخدام في الوقت دوت. ميزه كبيره جدا من ضمن مميزات الشاشه ديت او التليفون ده هو الشاشه بتاعته. البرايتنس بتاعته عاليه جدا. كمان جوه البرايتنس هتلاقي في حاجه اسمها اكسترا برايتنس، دي حاجه جامده جدا جدا تعلي كمان الشده بتاعه الاضاءه وما بتطفيش. هي هتسخن الجهاز، هتستهلك جامد من البطاريه، بس ان الناس اللي هتبقى بتتكلم على انك انت تشغل البرايتنس، لا هيشتغل معاك وهيبقى في عز الشمس الموبايل منور معاك وزي الفل. عندنا برضو الباور سيفنج مود، ودي حاجه من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا بحبها دايما. وفي نوعين من الباور سيفنج مود، الباور سيفنج مود العادي، وفي كمان الباور سيفنج مود اللي بيبقى اكسترا، وده اللي بيقفل كل الابلكيشنز وبيقعد وقت اطول. دي برضو من الحاجات اللطيفه نقدر نجيبه من خلال السيتنجز، ونقدر كمان نجيبه من خلال من بره، من خلال القائمه الرئيسيه من بره. كمان حاجه لطيفه قوي موجوده في التليفون، وهي الاي ار سنسور اللي بيبقى موجود من فوق في التليفون، من فوق كده من راس التليفون. وايه الاي ار سنسور دوت؟ بيخليك تشغل اي حاجه في البيت عندك من خلال التليفون. يعني التليفون في لحظه من اللحظات بيتحول لريموت. انا عارف ان الاوبشن ده مش جديد، وده موجود من اكتر من في موبايلات فيها من اكتر من 7-8 سنين كان بينزل الاوبشن ده، بس هو عجبني جدا. يعني اوبشن لطيف. يعني على سبيل المثال كده، بصوا كده، لو انا عاوز اخلي الشاشه اللي قدامي دي اتحكم فيها واعمل عليها كنترول، سهله جدا. لو
بصينا كده وخدنا بالنا هناك على الشاشه، انا اقدر دلوقتي مثلا اهو انا بقلل الصوت وبزود الصوت ظاهر هناك اهو على الشاشه، واقدر كمان اقلب القناه من خلال يعني كاني بالظبط ماسك ريموت، واقدر كمان اطفي التلفزيون زي ما حضراتكم شايفين كده. فبصراحه برضو حاجه لطيفه جدا، ونقدر نستخدمه، نشغل التكييف، نشغل التلفزيون، اي حاجه عندنا بتشتغل بالريموت نقدر ان احنا نشغلها من خلال الاي ار ريموت. برضو حاجه لطيفه جدا من الحاجات اللي موجوده ومتسطبه اوريدي على التليفون. طيب نيجي بعد كده لتجربه برضو من الحاجات المهمه جدا، وهي تجربه الصوت. لما اجي بقى اشغل صوت التليفون، صوت التليفون نفسه عامل ايه؟ صوت تليفون ستيريو لطيف جدا. زي ما حضراتكم سمعتوا كده التليفون ما شاء الله صوته حلو جدا ما شاء الله، من الحاجات المميزه جدا برضو الموجوده في التليفون ما شاء الله. صوت ستيريو، صوت قوي جدا، صوته في المكالمات عالي، شحن التليفون سريع جدا ما شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم من 0 ل 50% بيشحن في اقل من 10 دقائق، بيكون وصل تقريبا 50%. تليفون سريع بشكل فظيع ما شاء الله. كمان الاي اي عامل خواص لطيفه جدا. لما باجي مثلا ادخل على الصور بيقول لي اهو في اول مره بيقول لي كات اوت ابارت اوف فوتو، ده باستخدام الاي اي اقدر اشيل اي حد او اي جزء انا عايز اشيله من الصوره بسهوله جدا باستخدام الاي اي. ممكن ان احنا نعمله بسهوله جدا ان شاء الله من خلال التليفون. بشكل عام وبشكل مجمل التليفون اكتر من رائع، اكتر من ممتع. اعتقد كل المميزات اللي احنا بندور عليها هنلاقيها موجوده ان شاء الله جوه التليفون ده. فئته السعريه يا جماعه غاليه مش رخيص. يعني النهارده لما بنيجي نتكلم يعني على جهاز ب 30,000 جنيه في سعر الفئه المتوسطه، ده يعني قصدي اقول ايه، معظم الناس بتشتري تليفون بيكون في حدود 10 15. انا بتكلم على الفئه المتوسطه العاديه. لكن النهارده لما تلاقي شركه بتوصل للليميت بتاعها ان هي تطلع ل 30 و35,000 جنيه في تليفون من الفئه المتوسطه، من شركه كمان يعني شركه ريلمي مع احترامي الكامل ليها، ما هياش برضو من الشركات الكبيره قوي في السوق او المعروفه، لكن بصراحه فلاج شيب بيستحق بصراحه الاقتناء. جهاز ممتاز رائع سريع، كل المميزات اللي فيه حلوه جدا. جهاز ما شاء الله احنا كل تسجيل الفيديو دوت والفيديو اللي فات بقالي حوالي ساعه او اكتر، الموبايل ما نزلش غير 1 أو 2%. ما شاء الله جهاز متكامل، حاجه رائعه جدا. ومعاه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما نحاول نقدم لكم حاجه كويسه على القناه عندنا، ولما بنلاقي منتج جديد او منتج بنشتريه بنحاول نصوره ونقول مميزات وعيوبه، بحيث اللي حابب يشتريه يكون شاف كل التفاصيل عنه، والقرار بعد كده يرجع ليه يجيبه او لا. دي حاجه حريه شخصيه، وارائنا ممكن نتفق او نختلف. نسال ربنا سبحانه وتعالى التوفيق دايما يعني. وكالعاده بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.